السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صوابع زينب زي ما انتوا شايفين كده. حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده بتقرمش في البق وحاجة جميلة بتدوب في البق زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا عاملة زي الفقش ازاي حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ما اقولكوش ايه، جربوها بالمقادير اللي انا هعملها وهتعجبكم ان شاء الله. حاجة كده بتقرمش وبتدوب في البق وفي نفس الوقت مفرولة. يعني حاجة كده ايه احسن من بتاعة المحلات. وما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تدوسوا لايك وعشان ايه يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وتدعموني يا حبايب قلبي. ما تنسوش يا حبايب قلبي تدوسوا لايك قبل ما تتفرجوا على الفيديو. ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. انا معايا 2 فانيليا، ومعايا معلقتين من النشا وكبار، ومعايا معلقة صغيرة خميرة، ومعايا معلقة ملح نص ذرة ملح صغيرة ماشي، ومعايا معلقة سكر صغيرة، ومعايا كوبايتين دقيق، ومعايا كوباية سميد دي البسبوسة اللي هو السومنيلة ده، ومعايا كوباية مية، ومعايا 80 جرام من الزبدة. انا معايا الزبدة ديت زبدة بلدي. اللي عايز بقى يستعمل الزبدة البلدي، عايزة تستعملي بالزيت المتوفر عندك في البيت يا حبايب قلبي ايه اعملوه. دلوقتي انا ضفت المكونات بتاعتنا كلها على بعضها زي ما قلت لكم. معلقة كوبايتين دقيق، وكوباية دقيق السميد، ومعلقة السكر وذرة الملح والفانيليا، ومعلقتين نشا كبار، ومعلقة صغيرة من الخميرة. وقلبت المكونات دي كلها في بعضها زي ما انتم شايفين كده. نقلبهم كويس في بعض، وبعدين نشوف هنعمل الخطوة اللي بعد كده. معايا بقى زي ما قلت لكم 80 جرام من الزبدة. انا سيحتها لان انتوا عارفين ان احنا في الساقعة بتبقى ماسكة ببعضها. وزي ما انتم شايفين بقى انا بنزل كل اللي في الطبسية كده كويس علشان دي سمنة بلدي بقى. وانا كده كده هعجن بايدي. الف السمنه بتاعتنا كده بالدقيق بتاعنا، بس ابسه كويس كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين بيبقى عامل زي حبايه الرمل كده. وبعدين نضيف الميه بقى شويه بشويه زي ما انتوا شايفين كده. نبس براحه كده بيه الدقيق كده بالراحه، ما نعملش الميه مره واحده علشان حسب الدقيق ما هيقبل مننا. ماشي يا حبيب قلبي. نبتدي بقى نعجن العجينه بتاعتنا كويس كده. وما نيجي نضيف الميه نضيفها بالراحه علشان على حسب الدقيق بتاعنا هيقبل مننا قد ايه ميه. انا جبت كوبايه ميه وهتشوفوا هعجن بقد ايه وهيتبقى معايا قد ايه. اعجنها كويس كده كأنك بتعجني العجينه عادي. وعايزه تشوفيها بقى تاخد منك قد ايه، عايزه تختبريها برضو قبل ما زي ما انتوا شايفين انا هختبرها كده اشوفها لسه بتشقق ولا لا. واحس ان هي تحس ان هي عايزه ميه لسه مفتحه شويه، هديها كمان بق ميه صغير والفها لما تخلص العجينه معانا. انا بوريكم الميه بقى اللي اتبقت معانا. وكده العجينه بتاعتنا تعجنيها كويس لحد ما تحس ان هي اتلمت كويس علشان ما تفتحش مننا اثناء التشكيل. انا هوريها لكم بقى وهي العجينه بتاعتنا بقت مية مية، فما لا مفتحه ولا فيها اي حاجه. هي نبتدي بقى نلفها حلو كده. واجيب بقى معانا الفوطه بتاعتنا ونغطيها. لان بقول لكم بقى معفض مننا قيمه 3 معالق كده من الميه، اقل من ربع شويه. وغطاها بقى بفوطه واستنى اسيبها بقى تستريح شويه 5 دقايق بس، مش كتير عليها عشان ما تخمرش. واجيب بقى
حاجة كده واقطعها بيها كده. انا قطعتها لاربع إيه تربع. هاخد الربع الاولاني اشتغل بيه، لان انا عامله معيارين. انا المعيار كان بيبقى كوبايه دقيق ونص كوبايه سميد. انا عملت المعيارين علشان على حسب الكميه اللي انا عايزاها. اللي عايز يعمل معيار براحته، واللي عايز يعمل معيارين يعمل. انا عملت معيارين. المعيار الواحد كوبايه دقيق على نص كوبايه سميد على معلقه نشا صغيره على ربع معلقه خميره على ذرة ملح على 40 جرام من الزبدة او من الزيت على حسب، او من السمنة على حسب اللي متوفر عندك في البيت. ابتدي بقى اقطعها قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. بتعمل يعني 8 جرام 7 جرام على قد يعني تبرميها تلاقيها زي قد الصبع الصغير كده زي ما انتوا شايفين كده. ونبتدي بقى ابرمها كده وتبقى جاهزة. ما افردهاش الا لما اخلص خالص برم كده، علشان التشكيل بتاعها ما اشكل ما التشكيله بتاعتها ما تروحش مننا، عشان هتسيبيها تركنيها على ما تفرديها وتحطها تقليها في الطاسه، عشان الطبقه بتاعتها ما تروحش منها. زي ما انتوا شايفين همسك الكميه كلها بتاعتنا كده وابرمها زي ما انتوا شايفين كده، وفي الاخر هشكلها معاكم. كانت جميله والله، كانت مفروله، كان طعمها جميل جدا. اعملوها بالشكل ده وهتعجبكم ان شاء الله، او بالطريقه دي كده. انا خلصتها كلها، الربع شكلته كله. هجيب بقى بلاستيكيه كده من عندي زي ما انتوا شايفين مصفى كده، وابتدي افرد فيها طبعها كده بيها، وعلشان ابرمها زي ما انتوا شايفين كده، اديها الشكل الجميل ده بتاع صوابع ست زينة. المصفى بتاعتي اتكسرت مني زي ما انتوا شايفين، علشان انا شايلها عشان اقربها للكاميرا اتكسرت مني، مش مشكلة هنجيب غيرها. زي ما انتوا شايفين كده اشكلها بالتشكيلة ديت كده. حاجة كده بسم الله ما شاء الله تعجبكم ان شاء الله. اعملوها وهي تطلع معاكم مظبوطة بالطريقة بتاعتي دي. وزي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، اللي عايز تعمل معيارين، عايزة تعمل معيار هو المعيار زي ما انا قلت لكم كوباية دقيق على نص كوباية سميد على 40 جرام من الزبدة على ربع معلقة خميرة على ذرة ملح على باكو فانيليا نص كوباية مية معلقة نشا صغيرة. دي المعيار الواحد. عايزة تعملي معيارين، انا عملت النهاردة معيارين اتنين. عملوا معايا طبقين، كانوا هيعملوا معايا طبقين كبار، بس احنا اول دور عملته حمرته وقليته جماعة كده فحطينا عملنا بهم طبق وحطينا قدام منهم. ما كلوش حاجة يعني، كل واحد كل صابع بس. عياله بقى اللي اكلوا الباقي. فالكمية اللي انت هتشوفوها الوقت ديت ناقصها برضو طبق. كانت هتعمل معانا 3 اطباق، عشان تبقى عارفة بعد كده الكمية اللي انت هتعوزيها او محتاجاها. علشان انا عيالي بيحبوا الحلويات، بتبقى طازة وبتبقى حلوة. بسم الله ما شاء الله عملت الكمية ديت كلوها كلها يعني، اللي جه عندنا وعيالي وكده كنا يعني بالهنا والشفا. زي ما انتوا شايفين بنمسكها بقى نشكلها كده ونبرمها كده عشان تاخد معانا شكل الصوابع بتاعت زينب. في التوقيت ده بقى يا حبايب قلبي انا حاطه الزيت على النار موطيه عليه بحيث ان هو يسخن. استعملي برضو زيت من اللي هو نضيف، زيت ذرة، زيت من اللي هو يكون شفاف الحلو النضيف دوت، علشان تبقى ريحته حلوة، عشان يخلي التحمير بتاعنا بتاع الحلويات يبقى حلو. زي ما انتوا شايفين اهم حاجة الزيت يبقى يكون ماركة نضيفة يعني تستخدموها يعني. زي ما انتوا شايفين نمسك بقى نشكل الكمية بتاعتنا دي كلها معانا على ما الزيت بتاعنا يسخن على النار. اكون انا خلصت، وبعمل كده ربع بربع زي ما انا قسمت العجينة 4 ترباع. هعمل ربع بربع
على ما اكون انا شكلت الربع التاني بيكون الربع التاني اتحمر، علشان ايه العجينة بتاعتنا ما تخمرش معانا كتير، او التشكيل بتاعنا يروح من العجينة بتاعتنا. سريعة يعني ما بتاخدش حاجة منكم، وحاجة طعمها حلو وبتبقى بصراحة يعني عجبت الاولاد، يعني ايه يعني كل حتى اللي جه عندنا وده ابو اللي خفيفة وحلوة والله عن البلح الشام وكده يعني. قلت لهم ده انا كنت لسه اعمل بلح الشام، سديته نفسي. انا كنت هعمل بلح الشام بقى، انا هعمل بقى ولا ما اعملش مش عارفة. بقولك ده طعمها خفيفة وحلوة والله، وانا عاملاها اصلا يعني مبسوطين منها، بقولوا مفرولة وحلوة يعني بتدوب في البوق كده، مش تحس ان هي فيها دقيق ياما او كده يعني، مكلفاها يعني مظبطاها. زي ما انتوا شايفين الزيت بتاعنا انا قدحته وبعدين هديت عليه النار، طفيت عليه النار دقيقة ورجعت بقى شغلتها عليه وحطيت بقى ايه صوابع زينب زي ما انتوا شايفين كده بقى، ونبتدي بقى نحمرها بقى. هو بقى ده الدور الاولاني اللي انا قلت لكم يا دوبك عملته، وجالنا ضيوف طلعته بقى وشمين الريحه بقى الضيوف وانا بعمل، قمت رايحه مطلعاه وطلعت قدمت لهم منه، علشان ايه ما ينفعش بقى هنقول أنا لسه مخلصتش. وبعدين مشيت الضيوف وقمت راجعه ايه مكمله تاني، والاولاد بقى دقوا وكلوا كده ايه. فما الدور الاولاني ده ما تصورش يعني في الفيديو، انت هتشوفوه بس كده وهو طالع، بس مش متصل، بس مش هتشوفوه في التقديم يعني. ورجعت كملت الكمية بتاعتنا اللي انتوا هتشوفوها بقى ايه بعد كده. هنشوفها كده تبتدي تاخد لون، وبعدين ايه نقلب. اما تفتح معاكي كده ما تقلقيش، هي لازما ايه لازما تفتح على حسب البرمة اللي انت فاتحاها. هو الدور الاولاني يعني زي ما انتوا شايفين كده كنت انا مش برماه قوي، بس كان يعني هو بيبقى كده اصلا يعني. بس انا بعد كده ايه فردته شوية عشان يلف معايا اللفة ايه كاملة كده، ما يتفتحش قوي كده. نبتدي ساعة ما تاخد لون معانا كده نقلبها بقى على الجنب التاني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. النار يا حبيب قلبي بتبقى ايه متوسطة، عشان الصوابع زينب بتستوي معانا من جوه، ما تبقاش النار عالية، تبقى متوسطة، لا هي ايه لا هي عالية قوي ولا هي واطية ايه قوي، وسط كده، عشان العجينة تستوي معانا كويس من جوه. انا ما طفتش الكاميرا ولا حاجة، انا جايبة معاكم ايه بقرب لكم الصبع، شوفوا قريب للكاميرا شكله حلو ازاي. آه ما طفتش يعني، انا جبت لكم المرحله من الدور وانا بحمره من اوله لاخره، والصبع كان ملموم ازاي وفتح ازاي معانا، وهو بقى بالشكل ده معانا ازاي. زي ما انتوا شايفين كده هو بقى ايه احمر معانا اهوت. هنبتدي بقى ايه نطلعه بقى ونسقيه في الشربات. وزي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي الكميه بتاعتنا كلها ايه خلصت كده، وده البلح الشام بتاعنا. دي الكمية اللي كانت فاضلة معانا كلها. احنا زي ما قلت لكم الدور اللي انا حمرته معاكم دوت كان هو ده احنا اكلنا احنا والضيوف، وده الدورين التانيين بقى اللي هم ايه باقيين حاجة كده. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين اهوت. على اللي يعجبكم بقى
صوابع الزينب ديت، وتعملوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. شفتوا بقى البرمه، انا كنت برمته شويه عشان ما يفتحش قوي كده. شوفوا كده، بس الطعم كان تحفه، بسم الله ما شاء الله، اتاكلت ما قعدتش في نفس اليوم. حاجه جميله جدا، هيعجبكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. وما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تدوسوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.